لما بيكون آدم فنان تشكيلي فلازم آدم بيكون مرهف الحس، عنده قدرة على العطاء والخدمة بشكل غير طبيعي، يستشعر الآخرين بمجرد إنه عينه تنزل عليهم. النهاردة معايا ضيف مميز جدا في عمله الفني، مميز جدا في ورشه الإبداعية اللي بيساهم بشكل كبير جدا في تطوير الذوق العام. خلونا نرحب بضيف اللي بيشرفنا النهاردة، الفنان التشكيلي الأستاذ محمود الببلاوي. شرفنا ومنور. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. مبدئيا كده عايز اعرف من حضرتك البداية والمسيرة الفنية بدأت من امتى وبدأتها ليه؟ ليه الفن التشكيلي؟ والله في الحقيقه تخصصي كان فن تشكيلي اساسا، يعني انا خريج كليه التربيه الفنيه عام 69. يعني هي التربيه الفنيه هي السبب ولا من قبل التربيه الفنيه؟ لا، هو طبعا من صغري في الحقيقه كان عندي موهبه الرسم وموهبه الفن. كويس. ودي يمكن سببت لي برضه مشكله في حياتي. ليه؟ برضه لعدم وعي الاسره في الوقت ده بالفن في الحقيقه. كويس. انا كنت محب جدا للفن، وكنت بطلع دايما يعني من اكفأ الطلاب في الفن. كويس. او في حصه التربيه الفنيه. لحد ما جيت في سنه في الاعداديه في الحقيقه، كان عندنا ساعتها رابعه اعدادي وقتنا. يعني شغلت وقتي، بقيت في النهار العب كوره، كنت جوه الكوره، وبالليل ارسم. تمام. طبعا سقطت. فاخدت علقه كبيره جدا من والدي من بابا. وقال لي بعد كده لو شفتك بترسم او بتلعب كوره هعمل فيك واسوي يعني. كويس. وركزت بقى في الحقيقه في المذاكره، وجاتني زي عقده من الرسم، ان انا الرسم هو سبب سقوطي. كان ده جواك؟ كان جاء في داخلي. ما استخدمتش انت ساعتها لا ورقه ولا قلم ولا رسمت ولا لوحه؟ لا، بس برضه جيت وانا في ثانيه ثانوي حسيت برضه بالاحساس الفنان في داخلي. كويس. بقيت برضه ما بين فتره والتانيه، بس في اخر الليل بقى، الوقت اللي هو قبل الفجر بشويه بعد ما اخلص مذاكرتي، اقعد مع نفسي بعيد عن اهلي. كويس. واقعد ارسم. بعد ما اخذت الثانويه العامه فجت فرصتي ان انا ادخل كليه فنون. انا في الحقيقه كنت الثانويه العامه ادبي. فكان ترشيح فنون تطبيقيه، فادبي كان ليه يعني اقسام معينه يقدر يدخلها، زي نحت. تمام. تصوير، مش يعني حاجات معينه. انا في الحقيقه كنت عايز ادخل ديكور، ادخل تصميم اعلان وكده. تمام. او تصميم صناعي. كويس. فما كانش ممكن ادخلها بالادبي، فدخلت كليه التربيه الفنيه على اساس هدرس فيها جميع مواد الفنون. دخلت في التربيه الفنيه في الحياه وشيء الطريقي، وكنت كويس جدا فيها وتخرجت منها. كان تعييني كان المفروض في دار الهلال، بس كان ساعتها وقت الحرب بتاع 67. فكان اللي يدخل الجيش ما يعرفش يطلع امتى. جاني تعيين تربيه والتعليم على اساس هاجل سن تجنيد لسن 28 سنه. فتعيين تربيه والتعليم. فجت ظروفي ان انا رحت في قريه في المنوفيه اسمها سدود تبع مركز منوف. القريه دي في الحقيقه يعني لما رحت هناك كنت يعني شايف الوضع صعب جدا عليا. انا قدرت اتعايش مع الناس كانوا كويسين جدا والناس محترمين. هل وجود حضرتك في قريه في المنوفيه وشايف ان في ظروف وبيبان على الوجوه، ده خلاك انك انت تنقل البيئه في لوحاتك؟ ده حضرتك يعني حرك في داخلي الناحيه الفنيه. انا اضطريت ان انا اقيم هناك عشان صعب ان اسافر القاهره كل يوم. صح. فاقمت هناك، ابتديت اتعرف على خامات البيئه. وحضرتك لما تكون في مكان وتحب الناس فيه هتحب نفس المكان. وتبدا تبص المكان بعين، بزاويه ثانيه خالص. من زاويه ثانيه. تمام. بنفسيه مريحه وبنظره مريحه، وان كل شيء قدامك هيكون جميل. تمام. ابتديت اشوف خامات البيئه. طلعت من خامات البيئه في الحقيقه امكانيات فنيه، وساعدنا على كده الطلبه والطالبات اللي كانوا معايا. كانوا بيقعدوا يشتغلوا معايا، وكان طبعا حاجه جديده عليهم. كويس. ابتدت الانطلاقه بتاعتي من هنا، وكنت اول مدرس تقريبا او مدرسين القلائل على مستوى جمهوريه مصر العربيه ياخد امتياز من اول سنه. بعد كده انتدبت في مدرسه منوف الثانويه. تمام. بعد كده انطلقت اترقيت مدرس اول بعد 3 سنين من التخرج. رحت الوادي الجديد. كان في تحركات، كان في تحركات الحقيقه بسبب ان في تطور في الذوق الفني والذوق العملي كمان. بالظبط حضرتك. كويس. طيب فكره دمج اللوحات الفنيه مع الموسيقى دي جت ازاي؟ يعني لما يكون في تعاون بينك وبين الفنان الكبير حلمي بك. ايوه. وهو استاذ في مجال الموسيقى. يعني عايز اعرف التواصل ده نتيجته ايه واثره ايه؟
حضرتك انا بعتبر ان الفنون كلها دايره واحده، مجموعه واحده، بس بتنقسم حسب رغبه الواحد وحسب هوايته، بس كلها مكمله لبعضها. كويس. يعني كلها احساس، كلها تعبير احاسيس داخليه عند الواحد. تمام. سواء اذا كان فن موسيقى، فن الشعر، فن الادب، الفن التشكيلي، بس هي كل واحد بيتميز بالمهارات اللي هي بتميزه في فنه. فالموسيقي بيتميز بالمهارات الموسيقيه، انما عنده الاحساس العالي. الفنان التشكيلي بيتميز بازاي ان هو يعمل اللوحه بتاعته، بس عنده الاحساس العالي. الشاعر برضو ازاي يكتب الشعر بتاعه، ابياته، برضو على اساس عنده احساس عالي. الفنان دايما بيكون متميز عن البشر على اساس بيكون احساسه اكتر يعني بنقول عليها ان احساسه بيكون عالي بصفه عامه يعني. مرهف في الحس زي ما انا قلت في طب ما انا برضه عايز اشوف التطبيق العملي، الجزء العملي بين دمج الفن التشكيلي مع الموسيقى. اقول لسيادتك حاجه، ده تم ازاي؟ اقول لسيادتك الفنان الاول، قصدي الانسان الاول كويس، اللي عاش في وسط الغابات، لما كان بالليل بيسمع صوت الرياح اللي هي بتتخلل ورق الشجر والاشجار وتتخلل الصخور في الكهوف والحاجات دي، كانت بتعمل اصوات غريبه ونغمات مختلفه. النغمات دي اساسا نغمات موسيقيه واصوات موسيقيه. هو ما كانش يعرف ان ده من الهوا، كان بيفكر ان ده من الشياطين. فكان عايز يعني يسيطر على الشياطين اللي هي بترعبه بالليل وبتخوفه بالاصوات دي. فكان بيجي في الكهف بتاعه بيرسم الشيطان حسب ما تصوره، حسب رؤيته. وبيرسم نفسه ماسك الآلة اللي هو صنعها أساسا من جذوع الأشجار أو من الأحجار، وإن هو بيقضي على الشيطان ده. كويس. فهنا ترجم الموسيقى لفن تشكيلي أو نقل أو المشاعر والأحاسيس اللي وصلته ترجمها على من خلال الرسم. إذا هنا في ربط بين الفن التشكيلي والموسيقى، دي حاجة. الحاجة الثانية الإيقاع. عندنا في إيقاع موسيقي وإيقاع فني تشكيلي في اللوحة. يعني كل حاجة عندنا أساسها الإيقاع، التيمبو. اساس الايقاع. تمام. يعني بص في اللوحه بتاعتي بشوف ايه الايقاع في اللوحه بتاعتي، ايه مناطق القوه فيها ومناطق الضعف فيها. كويس. بشوف التكوين بتاعها يعني متكامل او غير متكامل. طيب هل الامور دي كلها بتكون من خلال المعارض اللي حضرتك قمت بتنفيذها وعرضها للمشاهدين والمتابعين للفن التشكيلي؟ طبعا لا شك انا بطبق كل شيء في الحياه العمليه عندي في المعارض طبعا. وبعدين انا طبعا في معارض خاصه ليا، في معارض جمعيه اشتركت فيها، الى جانب ان انا الفتره اللي كنت ماسك فيها مسؤول معارض او مشرف على معارض في مركز الثقافه الروسي. انا كنت بعمل ايه؟ بمر على المعارض اللي هي موجوده في قاعات العرض. كويس. بشوف اللوحه اللي بتعجبني. هنا في اللوحات اللي احنا شايفينها. ايوه يا فندم. حضرتك في رسائل كتيره من كل لوحه. وكل واحد مننا هيشوفها هتوصل له رساله خاصه بيه. اكيد طبعا اكيد. فهل اللوحه مثلا اللي قصادنا حضرتك عايز تقول منها ايه؟ والله انا بعبر عن البيئه الشعبيه. البيئه الشعبيه بعشوائياتها. كويس. طبعا احنا دلوقتي بننتقل دلوقتي ان احنا بنتحرر من العشوائيات للبيئه المدنيه دلوقتي. كويس. وده طبعا ده واجب وطني طبعا دلوقتي الحكومه بتعمله. بالنسبه اللي هي بتنقل الناس من حياه في الحياه يعني غير ادميه للحياه الادميه. تمام. وده دور عظيم جدا في الحقيقه الحكومه. تمام. بس لما تبص لها فنيا بتلاقي فيها قيم فنيه حلوه جدا. كويس. ازاي توزيع الخطوط الطوليه والخطوط العرضيه وتكسير الخطوط وتوزيع اللون فيها والاضاءه والحاجات دي كلها. بس هنا فكره الخطوط وطولها وتكسيرها والامور دي كلها والاضاءه. دي ممكن يكون الفنان نفسه وهو بيرسمها بيكون بيعبر عن مشاعر واحاسيس. ايوه. هو بيمر بيها. المشاهد او المتابع للوحه هيشوفها باحاسيس اخرى. هل معنى كده ان المشاعر اللي بيمر بيها الانسان وخاصه ادم ممكن تخليه يشوف الامور بزوايا مختلفه عكس ادم الاخر ولا لا؟ حضرتك كل انسان فينا ليه طبيعته الخاصه وليه احساسه الخاص اللي بيتميز بيه عن الشخص الاخر. اكيد. زي بصمات الصباع. تمام. كويس. بصمات الصباع دي ما فيش بصمه زي الثانيه. ده حقيقي. فما فيش واحد تفكيره زي الاخر ابدا. ممكن يتشابه. تمام. بس مش هينطبق. تمام. كويس. تمام. انا نفسي اللي برسم اللوحه بعد في دماغي فكره معينه وبعد ارسم اللوحه. ها. واندمج في اللوحه.
بعد كده جيت عندي مشوار، عندي مش عارف ايه، تعبت وبسيب اللوحه برجع لها. بعد كده لما برجع ليها ممكن ارجع ليها بشعور غير اللي انا اشتغلت بيه اللوحه، ليه؟ حسب الحاله النفسيه في الوقت اللي انا قعدت فيه على اللوحه، حسب الجو اللي حواليا، حسب ان خبرتي برضو ممكن اكون تذكرت حاجات تضيف ليا في اللوحه، فممكن برضو يتغير، ممكن اغير في اللي انا بعمله، في الفكره الاساسيه بتاعتي وانت شغال. وانا شغال واضيف وازيد واعيد والكلام ده كله، بتطلع لوحه غير ما انا كنت متصور ان اللوحه تطلع كده. في نفس الوقت المتلقي نفس الشيء. ردود الافعال المتابع للمعرض ايه؟ المعرض اللي حضرتك قمت بيه، ردود الافعال هل بتلاقيها بالشكل اللي هو يرضيك، ولا ممكن تلاقي ان في وجهات نظر تختلف مع رؤياك فبتسبب لك ازمه، ولا ايه اللي بيحصل؟ في الحقيقه دلوقتي يعني رؤيه المتلقي للعمل الفني اختلفت عن قبل كده. كان الاول واحد بيشوف العمل الفني اللي قدامه، الله ده جميل، ده شكل النيل، شكل الشجر، شكل البيوت، مش عارف ايه الكلام هنا في اللوحه اللي معانا دي يا دكتور، هنا ردود الافعال ناحيتها ايه؟ وكان بتوصل، هل وصلت الرساله للمستقبل زي ما حضرتك كنت بتامل ولا لا؟ هو انا بعرف ازاي انا وصلت الرساله للمتلقي او المستقبل، ان بلاقيه يقف قدامها وياخدها يبص لها من كذا زاويه، وبعد كده بيمشي، وبعدين قال لي ايه رجع لها تاني. يبقى انا عرفت ان انا نجحت، قدرت اتحدى تفكيره. غير حضرتك زي ما بقول لك دلوقتي انا برسمش دلوقتي منظر طبيعي، ان انا بشوف منظر قدامي برسمه، ده خلاص استهلك. بس هنا متعدده الاتجاهات. ايوه حضرتك، انا برسم دلوقتي مودرن ارت، فن حديث. تمام. فن حديث ده دايما داخل معايا في الظروف النفسيه. بالظبط. بشوف اللوحه بناحيه نفسيه معينه. ممكن اعمل يعني من مجموعه حاجات اعمل منها تكوين واحد، عناصر مختلفه اطلع منها تكوين واحد، وبعدين بدخل فيه عندي عنصر اللي هو التجريد، اللي هو الحذف والمبالغه. كويس. ممكن احذف عناصر او نقص في حجم عناصر وازيد في حجم عناصر، ما بتخيطش انا باللي موجود في الطبيعه. انا بكسر حاجات واعيد بنائها حسب ميولي انا وحسب اللي شايفه انا. عشان كده دلوقتي الفن الحديث يعني بيتحدى رؤيه المشاهد، والانسان دلوقتي في العصرين الحالي عايز اللي يتحدى تفكيره. طيب هنا لما نيجي نتكلم عن اللوحه دي غير الشرعيه، اللوحه دي في الحقيقه برضه ليها مناسبه، بس برضه عم تتابع احساسي، برضه حضرتك عملتها بشكل غير تقليدي. اللوحه دي حضرتك احنا من كام سنه كان في موضوع الهجره الشرعيه، وما زالت وهي ما زالت، بس عندنا من حوالي 5-6 سنين كان الموضوع منتشر جدا. تمام. منتشر يعني في بطاله في البلد لو قبل قيام الثوره. قبل قيام ثوره 25 مارس. تمام. 25 يناير. تمام. 25 يناير. تمام. قبل قيام ثوره 25 يناير كان الموضوع ده منتشر جدا، الهجره الشرعيه. حضرتك عبرت عنه ازاي؟ انا عبرت عنه، رسمت حضرتك ده شكل اللي هو القارب المركب. طبعا كان مجموعات كبيره بيسافروا مراكب صغيره ما تستمرش بيهم في البحر مع الرياح وكده والموج العالي بيتقلب بيهم. حضرتك انا حاطط الاشخاص دي اشخاص شباب، وحطيتها يعني عامل فيها الرمز اللي انا عامله، الالوان شبه علامه دول يعني. لا الوان حضرتك بتعبر عن دول شباب. وموجودين كلهم بدل ما هم رايحين، لا راجعين جثث، بس جثث الشباب فيهم. حضرتك زي ما حضرتك شايف الالوان اللي موجوده في القارب، والقارب محتويهم. في العكس بقى الحوت احمر. ليه؟ مص دمهم في البحر. يعني هم رايحين عشان يفتحوا باب رزق ليهم والكلام ده كله عشان ينتعشوا، لا ده الحوت هو اللي انتعش دمهم. يمكن انت حضرتك بتعبر عن المعاني اللي حضرتك قصدتها في اللوحه. الشباب بقى نفسهم لما بيشوفوا لوحه زي دي، عفوا انا عايز في نقطه صغيره، في حضرتك عايز تاكد على نقطه. هيجان البحر هنا. البحر نفسه غاضب. تمام. بتعبيري انا. تمام. يعني حضرتك لما تشوف اللوحه ترجع لها كويس، تلاقي هيجان البحر، غضب في البحر نفسه مش عاجبه اللي بيحصل. تمام. طيب الشباب، انا عايز اعرف رد فعل الشباب مع لوحه زي دي بالتحديد كان ايه؟ هل هم وصلت لهم الصوره اللي حضرتك كنت بتحاول توصلها؟ الشباب كان بيتحسر على اللي هو بيأدي بيه للموقف ده. بيتحسر ان هو شوف ايه اللي بيأدي بيه الموقف ده ومضطر يعمل كده. ما فيش قدامه كان غير كده. انما الحمد لله دلوقتي ابتدت الامور تستقر، وده فضل ربنا وفضل الرئيس.
تمام. فده طبعا حاجه كويسه بالنسبه لينا، ابتدى الموضوع ده يقل جدا بقى. كويس. ابتدى يندثر كمان. حضرتك عملت مجموعه من ورش العمل في المملكه العربيه السعوديه؟ في الحقيقه انا اشتغلت في المملكه العربيه السعوديه حوالي 20 سنه في وزاره الدفاع. تمام. في المنطقه الشماليه الغربيه في الجيش. تمام. وكانت دي في الحقيقه اللي ادتني برضه دفعه كبيره جدا في خبرتي، على اساس انك عندي الخامات متوفره، ولقيت عنده الطلاب بتوعي عندهم استعداد انهم يشتغلوا. فعملت ورش. واهلهم يعني اهلهم كانوا بيشجعوني. كويس. في نفس الوقت انا كنت في مدينه عسكريه عايزين نشاط يظهر. تمام. فده ساعدني كتير قوي في الحقيقه. كويس. الاستجابه، هو يعني الشباب هل شفتهم مستجيبين بالشكل اللي انت كنت بتأمله، وان مهاراتهم في التعبير عما يدور بداخلهم من خلال اعمالهم الفنيه حققت اللي انت كنت بتأمله ولا لا؟ حضرتك انا طلعت من داخلهم الموضوع ده. بمعنى ان لما حضروا معايا وابتديت اتكلم معاهم، ابتديت اشتغل قدامهم، ابتديت اجيب الخامات واجرب فيها قدامهم. هم الاول خلتهم مش يعني اول حاجه المشاهده حضرتك. المشاهده ده هنا من فترات التحضير. دي كانت ورشه عمل عاملها للمدرسين بتوع المعارف. كانوا بيجوا المدرسين يحضروا عندي ورش عمل. كانوا بيعملوا لهم زي دورات انا اللي كنت بدرسها للمدرسين. كويس. فكنت بعمل لهم ورش عمل كتأهيل ليهم، كتأهيل للمدرسين، واكتساب مهارات. على اساس ان هم بيدرسوها مع الطلاب. كويس. على اساس ان انا كنت الوحيد المصري الوحيد الخبره الكبيره، يعني قعدت 3 سنين لوحدي في المجال ده في المملكه كلها. طب هل معنى كده ان الورش الفنيه بيبقى لها اهداف ايجابيه بتتحقق من خلال تعاون الجميع لتحقيقها؟ اكيد طبعا. اكيد. ما حضرتك هل الايجابيه في اخراج الطاقه بس، ولا الايجابيه في ايه تاني؟ لا، دي حضرتك اخراج الطاقه وتنميه مهارات واظهار مواهب. كويس. والتفاعل مع المجتمع. تمام. التفاعل مع الخامات اللي موجوده في البيئه بتاعتنا. دي بتدي الواحد احساس بقيمته وبذاته، وترفع من شانه مع نفسه ومع الغير. ترفع من شانه كتير، يعني ان الانسان ده عنده موهبه كذا. كويس. وكل الناس في الحياه بيقدروا الانسان اللي عنده موهبه. المحافظات اللي حضرتك زرتها، رحت حضرتك سينا، رحت الفرافره، في عجاله كده عايز اعرف حضرتك عملت ايه؟ والله انا اول حاجه رحتها في الحقيقه بالنسبه لسينا، او البلد رحتها باستمرار بروحها على طول، اللي هي العريش. العريش ليا يعني صديقي الكبير فيها، ليا مجموعه اصدقاء اقربهم ليا الفنان مصطفى بكير، اللي هو يعتبر فنان سينا الكبير يعني. تمام. فده حببني في الحياه في العريش، وهو بعد ما رجعت انا من السعوديه كنت قعدت فتره ما اشتغلش فن، هو اللي رجع الفن تاني. وبدات حضرتك وبدات بقى انتشر بقى في الحقيقه، بدات في سينا، يعني كنت بمثل فن تشكيلي لسينا. جميل. مع زملائي اللي هم في سينا في الحقيقه وكان ليا اقامه هناك يعني. جميل. انت دائما صاحب قامه يا استاذ محمد. حضرتك دائما صاحب قامه. الله يبارك في سعادتك. بس لا، اصل سينا في الحقيقه انا بدي لها بالفضل في حاجات كتير. تمام. طبيعه سينا جميله جدا. تمام. يمكن انقى جو في العالم واجمل تاني شط في العالم. تمام. الناس هناك ناس مسالمين وناس طيبين جدا. يعني عدا طبعا الحاجات اللي بتحصل دي. تمام. الناس يعني ما يموتوش لنا باي صله. جميل. سينا عندنا الطبيعه بتاعتها غنيه جدا بالمعادن. عندنا الرمال اللي هي البيضاء السيليكا دي في الحقيقه. يعني عندنا حاجات كتير، عندنا وخامات وحاجات زي كده، الى جانب الجو الجميل بتاعها. كويس. وبعدين في نقطه عايز اقولها برضو، في عجاله. في عجاله كده، النخل هناك اللي موجود على شط البحر. والبحر مميز. وبعدين البحر ابتدى ينحر في الشط، فالنخل داخل في وسط البحر. حضرتك تشوف سبحان الله لما النخله طلع في ميه مالحه. نقول ايه لكل ادم النهارده في نهايه اللقاء؟ والله انت بسرعه. للاسف. عشان كده كنت بقول لحضرتك بقول لكل ادم يعني انا عايز اقول في الحقيقه كلمه برضو قبل دي في الحقيقه. انا حضرت حفل تكريم احد طلابي يعني طلع للمعاش او للتقاعد في الفرافره في الوادي الجديد. تمام. كان طالب عندي في المعلمين في الخارجه سنه 76. قلت له انت من بعد سن 60 ما تفكرش انك انت خلاص نهيت حياتك وعملك، لا كويس. انت تبدا نشاطك وتبدا عملك بخبرتك وبتحررك من الوظيفه، هتبدا نشاط جديد وتبدا شغل جديد. فبقول لكل ادم انك انت لابد طالما ربنا مديك صحه
ربنا مديك روح كويسه، ربنا مديك بلد جميله تعيش فيها، لابد انك انت تكون عنصر فعال في البلد دي. بشكرك جدا على وجودك، شرفتني ونورتني الفنان التشكيلي الاستاذ محمود الببلاوي. شكرا ليك وكل سنه وانت طيب. شكرا فندم حضرتك. في نهايه اللقاء باكد على كل ادم بيتابعنا: كن شخصا فعالا في بلدك ومجتمعك، كن فعالا مع اسرتك، مع زوجتك، مع اولادك، ادي كل شيء حقه. في نهايه الامر مجتمعنا لما هتدي كل شيء حقه فآدم هيساهم بشكل كبير ان المجتمع يبقى افضل. انتظرونا في الاعاده من 2 ل 3 صباحا. بقول لكل الساده المشاهدين السلام عليكم.